أنا مولود في بيت جدي لأبي في القلعة في 23 أكتوبر سنة 43، يعني سني الوقت 74 سنة. وتخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا في مايو سنة 1963، وعينت في النيابة العامة في 25 أكتوبر سنة 63، وظللت أعمل في النيابة العامة وتبوأت يعني مواقع يعني مهمة فيها حتى أقصيت عن منصبي في مذبحة القضاء في 31 أغسطس سنة 69. بعدها عينت في وزارة العمل، ومنها أعرت لجامعة الدول العربية، المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، ومكثت فيها حوالي 9 أشهر، ثم استقلت من وزارة العمل كلها وعملت في المحاماة في آخر 71 أول 72. وبعدها صدر لي حكم من محكمة النقض بإعادتي إلى وظيفتي. في الحكم ده صدر في أول 73، فعدت إلى وظيفتي في خلال الأجازة القضائية من 1 أغسطس سنة 73، واستقلت بقى مرة أخرى في 6/9 سنة 73 قبل الحرب. أنا عندي وقتها 30 سنة. ليه؟ عشان أستمر في المحاماة، لأني كنت يعني خلاص اعتدت العمل في المحاماة وعجبني الشغل. حياتي الشخصية، أنا متزوج من يعني أنا خطبت زوجتي دي كنا لسه طلبة في الجامعة، كنت في سنة ثالثة وهي في سنة أولى، وتزوجنا فعلا في سنة 65، وأنجبنا بنتين. بنتي الآن الدكتورة إيمان، دي أستاذة القانون الدولي العام في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبنتي الثانية حنان فريد الديب، مذيعة في قناة دريم. هواياتي من قديم الزمن القراءة، خصوصا في كتب التاريخ والفقه، وطبعا أضف إليها كتب القانون لما بقيت من المشتغلين بالقانون. إنما أنا تعودت أن أقرأ كل شيء عموما، يعني في الأدب قرأت الكثير، يعني القديم والحديث وإلى آخره. يعني دي هوايتي الأساسية. وبعدين يعني أحب أتفرج مثلا على ماتشات الكورة. بشجع مين فريق بيه؟ أنا بشجع الأهلي، مع إن أنا لا عضو في الأهلي ولا عضو في الزمالك ولا أعرف دول ولا أعرف دول، لكن أنا طلعت كده. الآن أنا لا أمارس أي رياضة. أنا زمان كنت في الدراجات، فريق الدراجات لما كنت في المدرسة، وكنت مدرسة ثانوية يعني، وتنس المضرب الخشبي اللي بيسموه، اللي هو الراكت في الملعب مش اللي على الشاطئ ده، والسباحة. لكن دلوقتي أنا بطلت سباحة نهائي من زمان، لأن كنت أغرق مرة فخفت، وبطلت ركوب عجل وبطلت كلها. فلا أمارس للأسف الشديد أي نوع من أنواع الرياضة، لأني ما عنديش وقت. حتى المشي ما بقدرش أمشي. اللي ما حدش يعرفه كثيرا إن أنا متصوف، وحياتي الشخصية كلها نابعة من مبادئ الصوفية. أستاذن السادة الحضور في أن أبدأ بتحية واجبة للأستاذ الدكتور مفيد شهاب. وأنا أعلم أنكم جميعا تقدروا حق قدره
واللي يمكن محدش يعرفه بعض التفاصيل الكثيرة حول الدور العظيم اللي قام به دكتور مفيد بيه في الدفاع عن مصر في قضية طابة. يعني يذكر كده انه قضية طابة، لا، التفاصيل الدقيقة لهذا الموضوع بستأذن، احنا في جلسة ودية يعني ما علمت أنا من الرئيس مبارك شخصيا، يعني كان بموجب معاهدة السلام اللي عقدت بين مصر وإسرائيل في سنة 79 تضمنت النص على انسحاب إسرائيل انسحابا كاملا من سيناء في خلال 2 وإنه يتم إخلاءها من جميع المستوطنات والمستوطنين في موعد غايته 25 أبريل سنة 82. لما نفذ الإسرائيليون هذا البند انسحبوا فعلا من كل سيناء إلا طابة، وقالوا طابة دي يا سيدي دي كيلومتر مربع، بلاش هوسة، ويعني سيبوها لنا. فكان في ذلك الوقت الرئيس مبارك قال لا، أنا ما سيبش متر واحد. وشجر الخلاف بين مصر وإسرائيل حول طابة أرض مصرية ولا إسرائيلية. المعاهدة فيها نص بيقول إنه الخلافات التي تحدث بين الطرفين حول تنفيذ بنود المعاهدة تحل، أو سلام بقى، إما بالتوفيق أو بالتحكيم. الحقيقة لما قالوا للرئيس مبارك الكلام ده أنا مش عارف إيه التوفيق وإيه التحكيم ده، فبعت جاب أستاذ أساتذة القانون الدولي العام في مصر الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، قالوا نبا دكتور فهمني إيه اللي منصوص عليه في المعاهدة ده، إيه التوفيق وإيه التحكيم. فقال له التوفيق إنه يبقى فيه طرف ثالث يوفق بين الطرفين، ويبقى كل واحد يتنازل عن جانب من ادعاءاته، فهو طبقا للقانون المدني أقرب إلى الصلح، ويبقى يتحل الإشكال. قال له يتنازل، يعني التوفيق ده يؤدي إلى أن أنا أتنازل عن جانب من مطالبي وحقي؟ قال له آه. قال له لا، سيبك منه ده، أنا تنازل مش هتنازل. طب إيه التحكيم ده بقى؟ قال له والله التحكيم ده في القانون الدولي إنه نوقع مشارطة تحكيم بين الجانبين المتنازعين، وكل طرف يختار محكم، وبعدين يتم اختيار المحكم اللي هيرأس الهيئة المرجح، وكل طرف يكون فريق دفاع يتولى المرافعة أمام هيئة التحكيم، وهيئة التحكيم تحكم. قال له طب ودي ممكن تحكم ضدنا يعني؟ قال له نظريا طبعا ممكن، محكمة تحكيم. قال له طيب يعني احنا لما نجازف ونقول تحكيم، هل انت مطمئن لسلامة مركز مصر القانوني؟ قال له مطمئن 100% بناء على الدراسات اللي عملتها وإلى آخره. فقال له إذا نتوكل على الله. وفعلا تم تحديد
توقيع مشارطة التحكيم في سنة 86. كلهم كان بيبقى في سبتمبر 86. وطبعا قعد الإسرائيليين خلال هذه المدة ما كانوش عايزين يوقعوا مشارطة التحكيم، ووقعوا. ومصر اختارت محكما عنها المرحوم الدكتور حامد سلطان. أما فريق الدفاع عن مصر فكان بقيادة الدكتور مفيد شهاب. وحرص مبارك في تشكيل الفريق المعاون للدكتور مفيد شهاب على أنه يجمع فيه كل من له شأن أو ممكن يقدم معونة، سواء من العسكريين أو من المدنيين ومن الجهات المختلفة. ومن هنا كان الفريق كبيرا في عدده، يعمل بكامل العدد ده تحت قيادة الدكتور مفيد شهاب. وعقدت جلسات التحكيم. طبعا إسرائيل حشدت أيضا المدافعين عنها. واستمر التحكيم لمدة 2 إلى أن صدر حكم التحكيم في سبتمبر سنة 88. ولما صدر حكم التحكيم لصالح مصر كانت فرحة كبيرة جدا. وإسرائيل قالت بس احنا مش هننفذ الحكم. ليه يا عم؟ مش خلاص مش ماضيين؟ قالوا لا، ما أصل احنا مش هنمشي بقى إلا لما تعوضونا عن الفندق اللي احنا بانيينه في طابة. هما كانوا بانيين فندق هيلتون في طابة. تندهشوا حضراتكم، كان بيمثل للإسرائيليين أهمية شكلها إيه؟ إنه كان مسموح في هذا الفندق بلعب القمار، والقمار ممنوع في إسرائيل. فكان الإسرائيليين يجوا على طابة يلعبوا قمار ويرجعوا. فهم قالوا مش هنمشي غير ما تعوضونا عنه. كان الفندق على بعضه في ذلك الوقت يعني لما تبالغ في سعره يسوى حوالي $1,000,000. فقالوا لا احنا عايزين 20. يا عم ده ما يسواش غير 1,000,000 يعني 20 ده. فالرئيس مبارك في ذلك الوقت قال ادوهم 20 وخلوهم يغوروا. وخدوا 20 ومشوا. ورفع علم مصر، رفعه الرئيس مبارك يوم 19 مارس سنة 89. هذا الانتصار يحسب للدكتور الأستاذ الكبير اللي قاعد بينا النهارده، دكتور مفيد شهاب. كان لازم أقول لحضراتكم كده، لأن الحقيقة هو تصادف وجود سيادته، وكان مسافر النهارده. ولما علم إن فيه مناسبة لطيفة تجمعنا الإخوة الزملاء المحامين، أصر على إنه هو يمد إقامته يوم آخر عشان يكون بينا ويشرفنا النهارده. الموضوع بقى اللي أثاره سعادة البيه، هو أنت أثرت إيه؟ أستاذ فريد، احنا تكلمنا قبل ولا نتكلم عن الأستاذ مفيد شهاب ويستحق هذا الإطراء. وهذا كلام طيب لمواقفه وتشريفه لنا. احنا تكلمنا عن المهنة. شوف سيادتك بقى، الحقيقة مهنة المحاماة أنا بالنسبة لي أساساً في تخطيطي لحياتي منذ البداية كان إن أنا أستمر في القضاء مدة حوالي من 10 إلى 15 سنة، وإن بعدها أطلع
أشتغل في المحاماة، وكنت بترسم خطى رجل عظيم جدا، وللأسف الشديد محدش عارفه وما ذكرش على مدى واسع عشان الناس تعرف حقيقة هذا الرجل. كان محامي عظيم جدا جدا، وقبل أن يكون محاميا كان وكيل نيابة من وكلاء النيابة المترافعين، وهو وكيل نيابة. وأنا كنت أحب وأنا طالب في كلية الحقوق في أواخر الخمسينات كنت أحب أروح أتفرج عليه، وخرج بعد كده واشتغل محامي. هذا الرجل هو المرحوم الأستاذ عبد الرؤوف علي. وأنا ترسمي لخطاه كان في تقديري إن بعد كده أطلع أشتغل، لكن اللي حصل إنه الظروف عجلت بخروجي من سلك القضاء مبكرا في 31 أغسطس سنة 69 في مذبحة القضاء اللي حصلت في ذلك اليوم المشؤوم. واللي حصل بعدها إن أنا وزملاء كثيرين من اللي طلعوا هو في هذه المذبحة عزل من سلك القضاء 128 رجل من رجال القضاء، على رأسهم رئيس محكمة النقد في ذلك الوقت المرحوم المستشار عادل يونس، وأصغرهم كان وكيل النيابة فريد الديب، لأن أنا كان عمري وقتها 26 سنة. لما طلعت قعدت شهر مش عارف طب أشتغل إيه. جالي جواب من وزير العدل: صدر قرار كذا تنفيذا للقرار الجمهوري كذا بإحالتكم للمعاش. معاش؟ ده أنا عندي 26 سنة يا جدعان. طب أشتغل إيه؟ لسه الأوان ما أنشأ أشتغل في المحاماة. صدر بعدها قرار جمهوري بإلحاق بعض من عزلوا في وظائف أخرى، وأنا جه نصيبي إني عينت في درجة تعادل درجتي الوظيفية في وزارة العمل. ما كنتش عايز أروح الحقيقة. الناس بتوع مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت كان اسمها المباحث العامة يعرفوني، يعني قالوا يا فريد بنت كده هتنطع في الرأي ما تروح. قلت لهم روح أعمل إيه؟ أشتغل إيه؟ قالوا روح شوف. فرحت قابلت وقتها وزير العمل، كان الله يرحمه من ضباط يوليو المرحوم كمال الدين رفعت. كمال الدين رفعت ده كان الحقيقة كان راجل متميز، لأنه هو كان قائد الفدائيين في المقاومة في السويس أيام الاحتلال الإنجليزي، راجل محترم جدا. فرحت قابلته، فوجئت إن الراجل استقبلني استقبال طيب جدا، وقال لي أنا عينتك في العلاقات الدولية مديرا لإدارة البحوث والتطورات. قلت له يا فندم البحوث والتطورات دي؟ قال لي دي الإدارة اللي بتراقب النشاط العمالي الإسرائيلي في الخارج. قلت له معالي الوزير ده أنا ما أعرفش النشاط العمالي في الداخل، خارج إيه اللي أنا هعرفه؟ يا بني أنا ما أعرفش حاجة فيه. قال لي هو بس يعني. الحقيقة رحت قعدت لا أؤدي أي عمل، إلى أن كان المرحوم الدكتور عبد الوهاب العشماوي كان وقتها أمين عام المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة. أنا فدتكم في الأول إنه لما بدأت عملية التنكيل قبل العزل من سلك القضاء بدأت في سنة 68،
كنت نقلت إلى نيابة سوهاج الكلية، ولكن أنا حصلت على إجازة دراسية للحصول على الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية، ده تابع لجامعة الدول العربية في جاردن سيتي. وكنت متفرغ للدراسة في المعهد، وفصلت وأنا في المعهد. وبعدين الحقيقة كنت خلصت بقى الدبلوم اللي هو بيعادل الماجستير. والحقيقة يعني أنا الفكرة إن أنا ألتحق بالمعهد ما كانش الغرض منها إني أتلقى العلم ولا أي حاجة من الحاجات دي، ما كانش في دماغي الكلام ده. أنا كان في دماغي الهروب من النقل لسوهاج. فلقيتها شغلانة كويسة، وكان رئيس قسم القانون في المعهد في ذلك الوقت المرحوم الدكتور سليمان مرقص. الراجل كان يحبني جدا، وتعرفت بكثير جدا من الأساتذة العرب بالمناسبة، وكانت عملية كانت لطيفة. فكتب الدكتور عبد الوهاب العشماوي جواب أنا ما كنتش أعرف عنه أي حاجة إلى وزير العمل. كان اتغير بقى كمال رفعت، وجاء المرحوم عبد اللطيف بلطية وقال له إحنا علمنا إن فلان الفلاني ده عندكم، وده إحنا عايزينه في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة. فوافق وزير العمل، وأعرت إلى الجامعة العربية في المنظمة دي، وقعدت فيها 9 أشهر واستقلت. أنا لما رحت كان مرتبي لما عزلت 68 جنيه، بس بقى 68 جنيه زي الدينار دلوقتي. كان الجنيه زي الدينار دلوقتي عليه العوض. لما رحت الجامعة العربية كنت واخد 400 جنيه، ربعهم بالدولار، والدولار بسعر 33 قرش. يعني كنت بقبض 300 جنيه مصري، حاجة كبيرة جدا، وأقل شوية من 300 دولار. وقعدت اشتغلت، إلا إني استقلت. بصراحة ربنا يعني أنا ما بحبش أكذب، ما قدرتش أتعامل مع العرب. ليه؟ مختلفين دايما، متخانقين مع بعض دايما. إن اتكلمت مع واحد من الجنسية الفلانية يطلع لك الجنسية التانية، أنت بتكلمه طب يا سيدي بقى. فبقيت زي اللي متجوز 10، مش عارف أرضي حد أبدا. فقلت أنا وقاعدين السلام عليكم. ويوم ما استقلت من الجامعة العربية كان في ديسمبر سنة 71، خرجت من مبنى الجامعة العربية في ميدان التحرير ومشيت في الشارع. سبت العربية نسيتها في الميدان، ومشيت في شارع الملكة نظلي اللي هو شارع رمسيس، والحقيقة على غير هدى، مش عارف رايح فين، لغاية ما لقيت نفسي قدام نقابة المحامين. قلت طب ما اخش اسأل كده. دخلت، يا اخوانا عايز اشتغل محامي كذا كذا. اتفضل البتاع الاستمارة. واصبحت محاميا من هذا التاريخ. لما ابتديت اشتغل في المحاماة لقيت شغلانة جميلة جدا، يعني الانسان بيحقق فيها ذاته وكيانه وفكره. فعشان كده لما صدر لي حكم من محكمة النقض في أبريل سنة 73 بإعادتي إلى وظيفتي في النيابة العامة، بقيت أهرب من تنفيذ الحكم إلى أن كان أغسطس سنة 73. نفذت الحكم في 1 أغسطس، وخدت 15 يوم أجازة، 15 يوم شغل،
ويوم 6 من سبتمبر سنة 73 رحت قدمت استقالتي لوزير العدل، فتفرغت تماما للمحاماة. محاماة مهنة شاقة جدا جدا، ومهنة عايزة اللي يحبها ويسلك فيها السبيل اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي ضميره. المحاماة عايزة شغل 24 ساعة في ال 24 ساعة. وعشان كده أنا بقول لحضراتكم في رأيي أنا أن الانشغال عن عمل المحاماة بأي عمل آخر سياسي أو غير سياسي بيقلل من قدرة المحامي على حسن الأداء، لأن التفرغ 24 ساعة للمهنة لو شلت منهم يعني كما يقولون 8 ساعات 7 ساعات للنوم والراحة، الوقت ما بيكفيش إن كنت تريد فعلا إنك أنت تؤدي العمل كما ينبغي أن يكون. وعشان كده أنا لم أواصل العمل أو السعي إلى الحصول على درجات علمية أعلى. هي الحقيقة مش مفيدة قوي للمحامي، رغم إنها بتستهوي كثير من المحامين. كيف تقول الدكتور؟ أنا ما بحبش حد يقول عليا دكتور. أنا مرة حتى حصل شجار بيني وبين أحد الأساتذة الكبار في قاعة المحكمة، فالقاضي بيقول لي يا دكتور فريد، قلت له يا بيه أنا مش دكتور، هو سيادته دكتور، أنا مش دكتور، أنا لم أحصل على هذه الدرجة. فقال لي يا راجل اجري، ده الخصم يعني، ما أنت إذا كنت تقدر تحصل عليها كنت حصلت عليها. قلت له لا، من ناحية أقدر كنت أقدر، لكن تفرغت للمحاماة، إنما خليت بنتي بقى هي اللي حصلت على الدكتوراه. فالحقيقة زي ما قلت لحضراتكم المحاماة عايزة اطلاع واسع جدا، مش بس في مجال الدراسات القانونية والأبحاث القانونية. الأبحاث القانونية والنظريات والأفكار متجددة دائما، ودي بتثري فكر المحامي. وكل هذه الدراسات في مختلف فروع القانون لا تكفي، وإنما هو أنت سيادتك بوليس؟ يعني لازم المحامي يتسلح أيضا بالمعرفة، لأنه مهما بذل جهده في الحصول على هذه المعرفة فلن يحصل إلا على القليل. لكن لازم ومهم في الأدب، في التاريخ، في الفكر الإنساني، في الأديان، وإحنا عندنا بالذات في الدين الإسلامي الحنيف المحامي اللي ما بيجتهدش في حفظ القرآن حتى يا سيدي من باب إنه يعني لغة عربية. بنشوف بقى الصور اللي بنشوفها ومؤسفة جدا.